السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا معايا صينية مقاس 20 وعملت فيها سبونج بيتي. ممكن تقدري تستخدمي ربع كيلو سبونج جاهز، لكن انا عملت سبونج بيتي 3 بيضات، 150 جرام من الدقيق، 100 جرام من السكر، كيس بيكنج باودر، معلقة من الفانيليا او فانيليا سايلة اللي يريحك، او كيس فانيليا اي حاجة يعني. تمام. معلقة حلوة كده مليانة من كبيرة مليانة من محسن الجل، وده أساسي. اخلطي ده كله مع كوباية مية صغيرة خالص اللي هي بتاعة القهوة دي، أو ربع كوباية من بتاعة الشاي. اخلطيهم كويس جدا لحد ما يكون الخليط كريمي. هتكوني مسخنة الفرن على درجة حرارة 180، وتحطي الصينية فيها. هتقعد معاكي حوالي 40 دقيقة، 45 دقيقة بالظبط كده. تمام. هقطعها بالثوم كده 3 طبقات، هيطلع معايا 3 طبقات بالثوم كده، غير الطبقة اللي بتتقشر من فوق. تمام. وطبعا من تحت لو الطبقة ناشفة بنشيل القاعدة من تحت، مش ناشفة خلاص تمام مفيهاش اي مشكلة. بسقيها شربات كويس جدا، وبحط طبقة ما بين كل طبقة وطبقة كريمة وصوص شوكولاتة. طبعا ليكي الحرية تحطي اي حاجة انت حباها وانت عايزاها. تمام. التورتيه دي اقتصادية جدا، وهتكفي معانا ما شاء الله 8 افراد. حلوة قوي، وهيكونوا الحمد لله مرضيين. ممكن يكفوا معانا 10 لو اطفال. تمام. حطي بقى كريم كده على الجناب، ومش لازم تحطي كريم كتير يعني، يا دوبك انت بس غطي الكيك بتاعك، علشان هنصب بعد كده عليه صوص شوكولاته. يلا بقى، لو انت وصلتي بالفيديو لحد هنا حطي اللايك ما تنسيش. ولو انت مش مشتركه اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. هبدا بالسكريبر اللي معايا، او اي مسطره تكوني جايباها من المكتبه بس مخصصاها للحلويات، ما تكونش مستعملاها في حبر والكلام ده كله. حاولي على قد ما تقدري تساوي يعني، مش لازم قوي ما يكونش بيرفكت قوي يعني، لان احنا هنغطيها كلها بصوص الشوكولاته. تمام. طبعا دخلتها الفريزر عشان تشمع شويه. وبعد كده حطيت صينيه عشان صوص الشوكولاته اللي يقع ارجع استعمله تاني. بس مش هينفع ان انا احطه على الكيكه بعد ما وقع، لا انا هرجع ان انا اخليه يسيح على حمام بخار كده، بحيث ان هو يكون سائل معايا. تمام. فانا هبتدي ان انا انزل. طبعا الصوص معايا دافي، وزي انتوا ما شايفين عامل زي المرايه بيشف اي حاجه. تمام. هبدا ان انا اغطيها كويس جدا، واللي هينزل طبعا هقدر استخدمه تاني، لان انا حاطه الصينيه من تحت نضيفه، اقدر ارجع الصوص ده تاني واستعمله مره تانية. حرام يترمي. تمام. طبعا ده صوص شوكولاته، هو شوكولاته خام عاديه جدا، وبكون مسيحه لبن، بس كميه اللبن قليله وكميه الشوكولاته اكتر. تمام. وبتبدأي انتي تقلبيهم كده، يكون اللبن سخن، تقلبي فيه الشوكولاتة كويس جدا، وتسيبيه على النار كده ياخد يعني غلوتين كده، علشان الصوص يتقل ويبقى لونه غامق قوي كده، يبقى شكله حلو. طبعا انا يعني حطيت ايدي كده عملت مراية، وزي انتوا شايفين كده الصورة. اللي هو المفرش بتاعت رمضان ده باين فيه الصوص. دي ورق ترانسفير بجيبه من اي مستلزمات حلواني، وابدا اصب فيه الشوكولاته اذا كانت بني او بيضه. انا حطيت البيضه عشان خاطر تنطق التورتايه، لان الصوص فيها غامق. تمام. وهبتدي كده بالقمع ده بتاع البيتي فور، او باي تب انتي يعني حباه. ابداي اعملي روزيتات كده من فوق بس بسيطه. اعملي واحده قصاد واحده لحد اما ايه تعملي. طبعا هما معمولين 8 وحطيت عليهم كريز، فانتي قطعي 8 خرط، هتكون لذيذه جدا. تمام. وهتكون مرضية يعني. وبدأت برضه ورق ترانزستير لقيته كده اليومين دول بطيخ بقى وآيس كريم وحاجات فواكه كده، وفي فراولة ومش عارفة ايه. فبرضه يعني اليومين دول حر كده شوية، فقلت هحطهم فجو ربيعي يعني. تمام. فمخليين شكل التورتاية جميل جدا. هتكلفك 80 جنيه مش اكتر، لما تعمليها في بيتك وبكل حاجة، تكلفتها بكل حاجة، بقعدة التورتة بكل حاجة. تمام. بس انا علشان في البيت مش حاطه قاعده بقى